تعرف القليوبية بوابة الدلتا وعمود إقليم القاهرة الكبرى وأرض العلماء والمفكرين، بس لأن القليوبية تابعة لإقليم القاهرة الكبرى فيمكن ما تعرفش عنها كتير، برغم إنها من أجمل محافظات مصر ومعروفة بجدعنة أهلها وشهامتهم، وبتعتبر من أهم المحافظات الصناعية في مصر. القليوبية يعني بنها، واللي بتعتبر عاصمة محافظة القليوبية واللي فيها واحدة من أجمل الجامعات في مصر. فتعالوا نروح رحلة صغيرة لمحافظة القليوبية عشان نعرف أكتر عنها. خلينا بس نسأل السؤال بتاع السلسلة دي، تعرف ايه عن محافظة القليوبية؟ سلسلة جديدة بنتكلم فيها عن كل محافظات مصر في كام معلومة كده، يعني مثلا مساحة المحافظة قد ايه، وعدد سكانها كام، اسامي المراكز الموجودة في المحافظة. فلو انت من القليوبية ما تنساش تعمل لايك وفولو واكتب لنا انت منين في القليوبية. مساحة القليوبية 1124 كيلومتر مربع، وبتعتبر تاني اصغر محافظة في مصر بعد محافظة دمياط، ولكن مساحتها الصغيرة دي ما منعهاش من انها تكون من اهم محافظات مصر، وعدد سكانها 6,185,000 نسمة تقريبا، وبتعتبر مدينة شبرا الخيمة الأعلى كثافة في السكان، وده لأن بيسكن فيها حوالي 1,300,000 نسمة. أما مدينة العبور فهي أقل المدن سكان في القليوبية بعدد سكان 141,000 نسمة، وبتعتبر القليوبية سابع أكبر محافظة في مصر من حيث عدد السكان. القليوبية فيها 7 مراكز رئيسية: مركز بنها واللي بيعتبر عاصمة محافظة القليوبية، ومركز قليوب، ومركز القناطر الخيرية، ومركز شبين القناطر، ومركز طوخ، ومركز كفر شكر، ومركز الخنكة. ده غير ان فيها 10 مدن واشهرهم مدينة شبرا الخيمة، وكمان فيها 45 وحدة محلية بتضم 195 قرية و901 عزبة وكفر. القليوبية فيها القناطر الخيرية واللي بتعتبر من اهم مميزات المحافظة، وده لان بيجيها زوار من مصر كلها عشان يشوفوا المناظر الطبيعية الخلابة الموجودة هناك، وبيستمتعوا بالحدائق اللي بتبلغ مساحتها حوالي 500 فدان في المدينة. القليوبية فيها جامعة بنها واللي اتأسست سنة 1976، ولكن فضلت فرع لجامعة الزقازيق لغاية 2005 بعد ما استقلت عنه. القليوبية فيها أكبر صرح صناعي في مصر، وخاصة في مدينة شبرا الخيمة، يعني مثلا في هناك مصانع للكابلات الكهربائية والبلاستيك وصناعة السيارات وتكرير البترول وتعبئة وتصنيع المواد الغذائية. العيد القومي لمحافظة القليوبية بيكون يوم 30 أغسطس من كل سنة، وده اليوم اللي تم فيه افتتاح القناطر الخيرية. القليوبية طلعت مشاهير وعظماء كتير جدا، يعني مثلا القليوبية طلعت العالم الجغرافي جمال حمدان، واتكلمت في فيديو قبل كده عن مشاهير محافظة القليوبية، ما تنساش تتفرج عليه. ولو وصلت لغاية هنا ما تنساش تعمل لايك وفولو وريبوست للفيديو علشان غيرك يشوف، واكتبوا لنا في الكومنتات ايه المحافظة اللي عايزني اتكلم عنها الفيديو اللي جاي. سلام.